السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال تانية سنة، وأخباركم إيه؟ الفيديو رقم 2 من الأسئلة المتوقعة في الامتحان إن شاء الله بتاع بكرة. ركز معايا، والناس اللي ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات هو فيديو 7 دقايق، يلا نخش على الفيديو ال 10 دقايق ده كده إن شاء الله. والناس اللي هي ما خدتش ورق ال 40 قانون تبعت لي على الواتس ضروري دلوقتي عشان تاخد الثلاث ورقات وتبدأ تخش بيهم تراجع بيهم قبل ما تخش الامتحان. يلا يا بطل. بص مبدئيا كده في الفيديو ده في كده سؤالين مقالي عاوز اديهم لك، هو هيجاوبهم لك على شكل اختيارات عادي جدا. أول سؤال عندك هنا بيقول لك انا عندي وليكن ثقل، الثقل ده معلق في بندول. فين السؤال؟ هبعته لك يا عم، هتلاقيه ظاهر كده على الشاشه قد كده. طيب بيقول لك ان انا الثقل ده وليكن هو واقف فين؟ واقف راسم مسطره هنا، المسطره هنا 30 سم. حلو. وجه راسم الثقل ده خفيف قوي هنا بس على بعد 60. واحد يقول لي جبت السنتي دي من فين؟ هتلاقيها في اخر حته في المسطره، وهتلاقيه راسم هنا كده برضو ثقل البندول خفيف قوي كده 10. حلو قوي. وبعدين بيقول لي في الشكل المقابل جسم معلق في ملف زنبركي رأسي بجواره مسطره مدرجه بحيث يتذبذب بين علامتين ال 10 سم وال 60 سم ساعه اهتزازه الجسم. ولا ده ايه ده؟ سؤال اخطر مش مقالي اصلا. انت عملت ايه؟ انا مسكته كده وشدته لتحت. خلي بالك انا كان في هنا سؤال نظري جميل جدا مش موجود هنا بس انا بقوله لك. بيقول ايه السؤال ده يا مستر؟ الحقني. ايه كنا بنقول؟ سعه الاهتزازه تتوقف على، واحد يبقى قاعد كده في الامتحان هو مش فاهم يعني هتوقف على ايه بقى؟ تتوقف على سعه الاهتزازه، تتوقف على ايه؟ حضرتك القوه الشغل بتاعك. انا كل مثلا ما اضغط بمسافه اكبر، يعني ايه؟ يعني ايه على الشغل بتاعي؟ الشغل عباره عن ايه؟ اف في دي. يعني وليكن لو انا يا باشا جيت مثلا ثبت القوة، أنا مثلا هضغط بقوة 3 نيوتن. حلو. بس أول مرة هضغط بيها ب 3 نيوتن بس همشي وليكن مسافة قدرها أو إزاحة قدرها 6 سنتي. طب المرة اللي قبلها أو المرة اللي بعدها بنفس القوة بس أنا همشي مسافة 3 سنتي. يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى أنا عندي لعبت في الإزاحة، فالشغل عندي إيه؟ الشغل عندي زاد. أنا لما جيت زودت الدي الدبليو عندي زاد. يبقى أنا عندي سعة الاهتزازة تتوقف على مين؟ الشغل المبذول. طيب يا عم، يعني من الآخر لو أنا بأثر بقوة أكبر فأنا عندي الشغل بيزيد، فأكيد أنا همشي إزاحة أكبر. ده بالعقل. أنت لو مسكت الثقل ده وأثرت عليه بقوة قليلة هيمشي إزاحة قليلة، يبقى الشغل بتاعه قليل. يبقى في علاقه بين سعه الاهتزازه ومين؟ والشغل المبذول، لان ده سؤال هتلاقيه عندك بكره في الاختيارات. نرجع للسؤال بتاعنا. عاوز سعه اهتزازه الجسم بالعقل. فين نقطه الصفر بتاعتي؟ كانه بندول هنا 30. طيب سواء من هنا هتجيبها او من هنا هتجيبها عادي. انا لو قلت هنا 60 ناقص 30 هيديني كام؟ 60 ناقص 30 هيديني 30. ولو قلت هنا 30 ناقص 10 هو عاملها لك عند ال10. جميل قوي السؤال ده. تيجي انت واقف كده، يا ترى يا مستر اقول 60 ناقص 30 ولا اقول يا مستر 30 ناقص 10؟ مين ساعه الاهتزازه فيهم؟ ارجع للسؤال اللي انا كنت دايما اقوله لك في الشرح. لو انا عندي بندول بسيط وجيت قلت لك مثلا ان من هنا لهنا عباره عن 30 سنتيمتر، وقلت لك من هنا لهنا عباره عن 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، هل دي ساعه الاهتزازه ولا دي؟ لا يا مستر دي ساعه الاهتزازه. معنى كده ان الراجل ده اصلا مكمل شويه لحد الصفر، يعني تقريبا جه هنا لزق هنا في السطح. ليه؟ لان لازم الحته دي تبقى قد الحته دي عشان اقول ان دي سعه اهتزازه ودي سعه اهتزازه. فانا عندي سعه الاهتزازه هنا عباره عن ايه؟ 60 ناقص 30 يديني كام؟ 30 سنتيمتر. شكرا. تعالى السؤال اللي وراه. المسافه التي يقطعها الجسم خلال اهتزازتين. اعمل ايه يعني؟ المسافه. المسافه يا مستر يعني من الاخر الراجل ده بص عمل ايه؟ كان واقف هنا. حلو. مشي 30 بعد كده طلع 30 بعد كده 60 90 بعد ال 90 هوب 120. يبقى 120 في 2 ب 240 سنتيمتر. الراجل ده قطع مسافه 240 سنتيمتر في ايه؟ في اهتزازتين. خلاص يا مستر شكرا. تعال نخش على السؤال اللي وراه. بيقول ايه في السؤال اللي وراه؟ بيقول لك يا سلام على السؤال ده. السؤال ده لازم يجي لك بكره. واحد يقول لي مستر انت ايه التوقعات دي ولا ايه؟ ايوه يا عم ده لازم يجي لك ده لازم تشوفه بكره. السؤال بتاع ايه يا مستر؟ بتاع اهو هتلاقيه ظهر لك على الشاشه. الراجل مديك علاقه بين زاويه الانحراف وزاويه السقوط. فاكر انت
الرسمه اللي موجوده عندك في كتاب الامتحان التجربه مثلث وفي بكر عمال يلف المنشور كده لحد ما بيوصل عند قيمه زاويه انحراف او عند قيمه سقوط معينه، انت بتوصل لايه؟ بتوصل لزاويه انحراف معينه، وبعد كده بيبدا الكيرف بتاعك شرحناها. قال لك والله بص الكيرف ده، قال لك عند زاويه 60 درجه اكتشفت يا عم ان في حاجه هنا ب 40 درجه. ايه الكلام ده؟ تعال نقرا السؤال. بيقول لك في الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين زاويه انحراف شعاع ضوئي الفا وزاويه سقوط. ايوه انا فاكر الشكل ده. زاويه سقوط هذا الشعاع اللي هي فاي واحد على احد اوجه منشور ثلاثي، فان زاويه راس المنشور ومعامل انكسار مادته للضوء الساقط عاوز الان وعاوز الايه. اعمل ايه في المصيبه دي؟ ده مش جايب لي يا مستر اي رقم في السؤال خالص، لا بس جايب لك كلام كتير في الرسمة. بيقول ايه الكلام الكتير ده؟ فاكر انت كنت بقول لك عند النقطة دي اللي بيتغير فيها الكيرف كنا بنقول عليها ده المنشور موجود في وضع النهاية الصغرى للانحراف. الله عليك يا ابني، يبقى ساعتها وضع النهاية الصغرى للانحراف ده كان ليه كام شرط ولا كان ليه شرطين. بيقول ايه؟ بيقول لما اوصل عند لما يكون المنشور بتاعي وصل لوضع النهايه الصغرى للانحراف، ساعتها اقدر اقول ان انا الزاويتين اللي بره بيساووا بعض والزاويتين اللي جوه بيساووا بعض. فاكر كنا بنقول ان الزاويتين اللي بره المنشور اللي هي فاي واحد وسيتا 2 بيساووا فاي دوت، وكنت بقول ان سيتا واحد بتساوي فاي 2 بتساوي سيتا دوت. فهنا يا مستر اقدر اقول له اني من الحته دي يعني انا عندي فاي واحد بتساوي كام؟ بتساوي 60 درجه، وعندي هنا يا عم دي مين؟ دي مين؟ دي يا مستر الفا دوت. فساعتها كنت بقول لك يلا نستخدم القانون بتاعنا. بيقول ايه القانون بتاعنا؟ كان بيقول لك والله ان انا اقدر يا مستر اقول، فاكر انت القانون يالا بتاع اللي هو السيتا اللي كنا بنقول ايه؟ من قانون يا عم اهو، من قانون زاويه راس المنشور كان بيقول ايه؟ كان بيقول هات الزاويتين اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي جوه. فكنا بنقول سيتا واحد زائد فاي 2، صح كده؟ سيتا واحد اهي وفاي 2 اهي، يعني كانك بتقول حاجه زائد حاجه، الاتنين زي بعض، يعني 2 سيتا دوت. سيتا دوت بكام؟ معاك سيتا دوت يا مستر؟ معيش سيتا دوت. طيب تعالى نجيب بالالفا حاجه. الالفا كانت بتقول ايه؟ هات الزاويتين اللي بره، فاي واحد زائد فاي واحد زائد سيتا 2 ناقص الايه؟ معايا دي؟ ايوه يا عم معايا دي. طب بكام يا مستر؟ دي عباره عن 40 بتساوي فاي واحد بكام؟ ب 60. سيتا 2 بكام؟ ب 60، يعني 2 في 60 ب 120 ناقص الايه. يعني اقدر اقول له يا مستر ان الايه بتاعتي بتساوي 120 ناقص 40 يعني بتساوي 80 درجه، يبقى انا عندي ب 80 درجه. شكرا، انا مش محتاج للقانون ده، انا خلاص جبتها ب 80 من القانون ده. طيب وبعدين انت عاوز الان؟ سهله يا عم، ممكن تجيب الان عن طريق ايه؟ انا هروح اجيب خلاص من القانون الثاني السيتا دوت، صح كده؟ واقدر اقول خلاص والله الان عباره عن ساين الفا زائد مين؟ الفا زائد ايه على الاتنين، وهنا ساين ايه على الاتنين. بس يعني ونجيب الان. يبقى خلاص جبت لك الاله، خلاص طلعنا الزاويه ب 80. تقسم دول على بعض وتعوض يا باشا، هيديك كام؟ 1.35. طيب بعد كده تعال نخش على السؤال اللي ورا. انا بحاول والله اختصر معاك في الوقت، وانا عمر ما بعرف اصلا اشرح بسرعه، بس علشان ما تملش مننا، وبسرعه خالص كده، واحاول لو في اي كده رغي في الفيديو هقطعه لك بسرعه. طيب السؤال اللي وراه اللي هيظهر لك معايا على الشاشه اهو، الراجل مديك بندول بسيط. بندول بسرعه يا مستر عشان الوقت خلاص. ماشي يا عم انت جاي تزنق نفسك دلوقتي، ماشي ولا اي حاجه. طيب بيقول ايه في البندول ده؟ عندي هنا بيقول لك ان الراجل مشي كده 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 كده، ماشي. هنا بيقول لك يا مستر اكس واي زد. بص بسرعه كده، بيقول لك هنا الشكل المقابل يوضح حركه بندول بسيط زمنه الدوري تي، فاي العبارات الاتيه خاطئه. اول حاجه سرعه الثقل عند الوضع اكس اكبر من واي. اكس اكبر من واي، لا ده كلام صح. طيب سرعه الثقل عند الوضع زد بيساوي صفر، هنا السرعه بتساوي صفر؟ بتساوي صفر. حتى هنا بقى نقدر نربطها بقى يا عم عند النقطه دي. ما هو مش هيجيب لك السؤال كده ممكن سهل، ممكن يصعبه اكتر، فانت ما تستسهلش السهل. عند النقطة دي أقدر أقول يا مستر
الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع ولا بتساوي طاقة الحركة؟ مين اللي ليه علاقة بالسرعة؟ اللي ليه علاقة بالسرعة طاقة الحركة. يعني طاقة الحركة على الجنبين هنا بصفر، يبقى اقدر ساعتها اقول ان انا عندي الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع. اما في النقطة دي اقدر اقول ان طاقة الحركة هي بتساوي الطاقة الميكانيكية، لان انا بعتبر النقطة دي الاتش بتاعتي بصفر، واليمين ليه علاقة بالاتش اللي هي طاقة الوضع. ليه؟ لان البي اي بتساوي رو جي اتش. يلا نكمل. خلصنا السؤال؟ لا نكمل. بيقول لك سعة الاهتزازة بتساوي البعد بين زد وواي. زد وواي ده بيمثل لي سعة اهتزاز. الإجابة غلط، هي دي الغلط، دي العبارة الغلط. آخر حاجة بيقول لك الزمن الذي يستغرقه الثقل لقطع المسافة بين اكس وواي عبارة عن تي على 4. لأن ده زمن ربع دورة. تعال نخش على السؤال اللي وراه بسرعة، ظهر لك على الشاشة. جميل جدا. بص بيقول لك إيه؟ واحد دايما كان يقول لي، كان معايا في المجموعه، كان يقول لي يا مستر الاسئله دي اول ما بشوفها بتخض، اللي فيها رسمه. ليه؟ تعالى بص هنحلها مع بعض. ايه ده يا مستر؟ ما انت مش مذاكر كويس، انت مزنوق. هنا 25 وهنا 25. ادي 25 درجه هنا سيتا في واي. عند النقطه دي بيقول لي ان سيتا 1 بتساوي فاي 2. استنى افكر كده. سيتا 1 فاي 2 دول جوه ولا بره؟ سيتا 1 ده جوه، فاي 2 ده جوه، الزاويتين بيساووا بعض. ايه ده مستر؟ يعني عند النقطه دي بيمثل لي ان انا عندي المنشور في وضع النهايه صغر الانحراف. تعال نكمل. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الشكل اللي بين المقابل مثلا العلاقه بين زاويه الانكسار الاولى وزاويه السكوت الثاني. المهم في منشور ثلاثي زجاجي، فان زاويه راس المنشور، عاوز زاويه راس المنشور، اجيبها ازاي دي؟ خلاص يا مستر سهله جدا. انا خدت اصلا قانون زاويه راس المنشور بيقول ايه؟ هات الزاويتين اللي بره. يعني الايه بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2. معايا يا عم. بكام؟ 25 بس. ايه ده؟ كل واحده 25. يبقى اقدر اقول 25 زائد 25 دي كام؟ 50 درجه. يبقى انا زاويه الراس المنشور بتاعتي 50 درجه. شكرا يا مستر. طيب لو طلب مني الان، صعبه يا مستر ان؟ لا يا عم انت خلاص دلوقتي بقيت شاطر. اقدر اجيب الالفا من القانون بتاعي. الالفا بتساوي ايه؟ الزاويتين اللي بره ناقص الايه. خلاص جبت الالفا. وبعد كده يا مستر اقدر اقول له الان بتساوي ساين. خلاص افتح فوق سيتا، افتح قوس الفا زائد ايه على الاثنين، وتحت ساين ايه على الاثنين. شكرا خلصت. طيب اللي وراه يا مستر هيظهر لك برضه على الشاشه. بيقول ايه في السؤال اللي وراه؟ الراجل مديك كده واحد معاه ايه؟ واحد معاه مركب، ويقرب من مين؟ من الشاطئ. فجاي بيقول لك في الشكل المقابل كلما اقترب القارب من الشاطئ محافظا على نفس سرعته يحتاج، يعني من الاخر انا خلاص لسه هخش اهو على الشط، لسه قربت اهو، لسه شويه ماشي. فالراجل بيقول لك انا عاوز سرعه الراجل وهو بيجدف عاوزه تبقى سرعته ثابته حتى لما يقرب من الشاطئ. ساعتها اول حاجه اخلي التجديف بقوه اقل، التجديف بقوه اكبر، التجديف بنفس القوه، التوقف عن التجديف. طب انا اعمل ايه؟ يعني هو دلوقتي الراجل عاوز يحافظ على سرعته. ايه اللي ربط القوه بالسرعه؟ ايوه طبعا. تعالى كده. فاكر انت عندي بيقول ان الاف بتساوي، ركز كده معايا، او الان في اس بتساوي اف دي اي في. هات بقى الاف في طرف، يبقى الاف بتساوي، الله عليك يا مستر انت جايبها لي من تحت. بص ان في اس في اي في في على الدي. يعني في علاقه عكسيه بين مين ومين؟ القوه ومين؟ والمسافة العمودية. فاكر لما جيت شرحت لك يا باشا ان انا دلوقتي عندي سائل لازج وليكن، وعندي في مسافة عمودية بين مين؟ بين الطبقتين. طيب انا عندي دلوقتي ده ثابت وده ثابت، معامل اللزوجة بتاعته ثابت، وبيقول لي انا عاوز احافظ على السرعه، يعني بثبت السرعه. يبقى انا عاوز علاقه بين الاف والدي. يبقى من الاخر انا كل ما بقرب من الشاطئ كل ما العمود بتاع الميه، يعني من سطح الميه لحد الارض، عمال يقل. يبقى لازم اكبر في القوه. يعني ساعتها اقول السؤال رقم يا مستر 13، ساعتها اكبر في القوه، يبقى التجديف بقوه ايه؟ التجديف بقوه اكبر، يبقى ب. طيب نكمل يا باشا، نخش على السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه بيقول ايه؟ بيقول لك انا عندي دلوقتي سقط شعاع ضوئي. حلو قوي السؤال ده، جميل وهيجي عادي. ايه يعني؟ وجه في امتحان قبل كده. بص بيقول لك ايه؟ سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي وخرج عموديا من الوجه الاخر، وهيظهر لك على الشاشه. الراجل بص بقى، دي الاسئله يا باشا
اللي بتعود على توقعك. لو انت كنت حاضر معانا التلخيص هتلاقي ان في حاجات انا بقول لك من نظره تقدر تجيبها. ادي اهو يا عم، خلاص بقى يا مستر انت هتقعد دلوقتي يعني ايه تندمنا؟ مفيش ندم دلوقتي. ادي الفا يا مستر. وبعد كده لقيت الراجل بص راح اوبا على طول بره. الراجل طلع بزاويه قدرها 90. هو دلوقتي بيسالني ايه؟ بيقول لي انا عندي منشور ثلاثي، في عندي شعاع سقط عليه، طلع عموديا من الوجه الاخر كما بالشكل، فان زاويه السقوط قال لي اكبر من ايه؟ قال لي من ايه بتساوي ايه يا عم؟ ولا اي حاجه. بص يا سيدي، انا دلوقتي هجيب قانون الايه، انا ما اعرفش غيره اصلا. الايه بتساوي ايه؟ بتساوي اللي بره ولا اللي جوه؟ اللي جوه. يعني بتساوي مين؟ سيتا 1 زائد فاي 2. حلو. دي بكام؟ بصفر. ليه؟ اهو ده انا لما جه اهو من الرسمه هو سقط اهو عمود المقام فوقيه على طول، يعني هنا دي بصفر. يعني انا عندي الايه مالها بتساوي سيتا 1. شكرا. واحد راح حل على طول تساوي. طب اقرا ده بيقول لك عاوز يقارن بين سيتا دي زاويه السقوط الاولى وزاويه راس المنشور. هو مش عاوز يعمل مقارنه ما بين الايه والايه والسيتا اللي دي، لا. اروح واحد قال لي طب يعني ايه ابص للرسمه يمكن يا مستر تيجي. بص يا عم للرسمه. لو انت جيت بصيت للرسمه بتاعتك هتيجي تقول طب خلاص يا مستر انت دلوقتي بتقول لي ان زاويه الراس بتساوي سيتا 1، يعني انا لو اكتشفت يا مستر سيتا 1 دي خلاص يا مستر هقدر اكتشف هي المقارنه ما بين الايه ومين والفاي. طيب افكر فيها ازاي يا مستر بعد اذنك؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انا جيت بصيت للرسمه هلاقي الراجل ده، بص الراجل ده كان ماشي كده، يعني انت من الرسمه ممكن تطلعها اصلا، هتلاقي ان الراجل تلاقي ان زاويه السقوط كبيره والراجل ما بعدش عن عمود المقام، بالعكس ده هو قرب من عمود المقام. يعني انت من الرسمه تقدر تقول ان انا عندي السيتا قلت، فمعنى كلمه ان سيتا 1 تقل يعني الايه يعني السيتا 1 اقل من الفاي. يبقى معنى كده بما ان الايه بتساوي السيتا والسيتا اقل من الفاي يبقى خلاص يا مستر الايه اقل من مين؟ من الفاي بتاعتي. تمام. طيب نخش على السؤال اللي وراه بسرعه. طيب لسه معانا دقيقه وناخد سؤال زياده. زي ما قلت لك في الرسمه هتلاقيه بالظبط الرسمه معموله كده. بص اهي، هتلاقيه ان هو انكسر لجوه. فانت مش اربط الموضوع بايه؟ اربط الموضوع يا مستر، جبت علاقه بين الاثنين دول فخلاص عرفت يا مستر ان دي قليله، يبقى خلاص ايه دي يا مستر قليله، يبقى خلاص يا مستر عرفت ان سيتا 1 اقل من ايه الفاي يا مستر. يبقى فعلا يا مستر الايه اقل من الفاي، يبقى الفاي هي الكبيره، يبقى تبقى اكبر من الزاويه ايه. طيب السؤال اللي وراه عندي يا باشا هنا كام سؤال؟ 1 2 3 4 5 5 اسئله واختم معاك الفيديو ده. ليه 5 كتير؟ ده انت بتقول دقيقه. ايوه ما انا جاي اقول لك ان نص نظري. اول سؤال، العوامل التي تتوقف عليها زاويه انحراف الشعاع الضوئي عند مروره خلال المنشور الثلاثي. زاويه راس المنشور، زاويه سقوط الشعاع الضوئي، طبعا زاويه السقوط. عندي بعد كده معامل انكسار ماده المنشور، طبعا لازم توقف على معامل انكسار ماده المنشور. تمام. تاني حاجه يا مستر زاويه الانحراف من القانون بتاعي. تالت حاجه طبعا زاويه السقوط. طيب نخش على السؤال اللي وراه، عند انتقال موجة ضوئية من وسط إلى وسط آخر فإن الخاصية التي لا تتغير للموجة. أنا دلوقتي عندي موجة هتبقى مثلا ماشية في الهواء دخلت في المية، كنا بنقول مين يا باشا اللي هيبقى ثابت مش هيتغير؟ اوعى تقول السرعه. كنا بنقول التردد، لان التردد يتوقف على نوع المصدر. اروح ابص في الاختيارات، موجوده التردد فتختارها. طيب عندي بعد كده اي مما يلي صحيح عند المقارنه بين انكسار الضوء وحيود الضوء. بص كده عشان السؤال ده جاي وش، والناس اللي هي مش بتدقق في الحاجات النظر دي مش هتعرف تحله. ايه الفرق ما بين، اسمع كده، ايه الفرق ما بين انكسار الضوء وحيود الضوء؟ هو عاوز عباره صح، عاوز عباره قصدي فيها مقارنه. الفرق ما بين انكسار الضوء وحيود الضوء انا بالنسبه لي هتقول لي يا مستر انكسار ده قابل سطح فاصل. طب ما التاني ماشي، الحيود حصل ايه؟ ان هو وليكن قابل يا باشا، قابل ايه؟ قابل يا مستر زي كني حافه زي دوريه صغيره. لكن اللي انت ما تعرفوش ان انا وانا بشرح والله حتى في الفيديو بتاع القوانين قلت لك ان انا عندي، اسمع كده، الانتشار خطوط الضوء بتمشي في خطوط مستقيمه عشان ما قابلتش وسط تاني، يعني هي ماشيه في وسط واحد.
وقلت لك ان الانعكاس بيحصل في وسط واحد، صح؟ لان بيحصل عمليه ارتداد في نفس الوسط. وقلت لك الانكسار بيحصل بين وسطين وبينهم ايه؟ سطح فاصل. تمام. وبعد كده دخلنا في الحيود والتداخل وقلنا الاثنين دول بيحصلوا في وسط واحد. يعني معنى كده اللي انا عندي بيحصل في وسطين هو الانكسار. تعال نشوف اول اجابه عندنا ايه. الحيود يحدث عند انتقال الضوء من وسط، يعني بين وسطين؟ لا طبعا. الحيود يحدث عند انتشار الضوء في نفس الوسط، والانكسار يحدث عند انتقال الضوء بين وسطين. دي صح. كلاهما يحدث عند انتشار الضوء في وسط واحد؟ لا. كلاهما يحدث عند انتقال الضوء بين وسطين؟ الاجابه لا من الاخر زي ما انا قلت لك يا باشا. هي الحيود بيحصل في وسط، والانكسار هو الخاصيه الوحيده اللي بتحصل بين وسطين وبينهم ايه؟ سطح فاصل. طيب تعال نخش على السؤال النظري اللي وراه. موجتين صوتيتين يعني ليهم نفس النوع، وخلي بالك عشان اي سؤال بيجي لك في الحته دي انت لازم تعرف من الكلام بالعربي هم موجتين من نفس النوع ولا لا. فلو قال لك موجتين مثلا صوتيتين، انت مستني بقى الاثنين من نفس النوع ولا لا؟ طب ما هو كاتب لك صوتيتين، قال لك راجل اتكلم وست اتكلمت، ما قالكش راجل اتكلم وست طلعت نور من عينيها يعني. فخلاص دول من نفس النوع. قال لك اكس وواي تنتشر في نفس الوسط، موجتين من نفس النوع ماشيين في نفس الوسط، دولهم نفس السرعه. فاذا كانت سرعه انتشار الموجه اكس هي في، وكانت طول الموجه للموجه واي ضعف الطول الموجي للموجة اكس، فهنا سرعة انتشار. والله انت زود في الطول الموجي، قلل لي في الطول الموجي، تخلي في الطول الموجي، قلل لي في الطول الموجي، ماليش فيه. السرعات ثابتة. ليه؟ لأن سرعة انتشار الموجة تتوقف على نوع مين؟ نوع مادة الوسط. موجتين من نفس النوع بينتشروا في نفس الوسط، يبقى يا مستر كده وش ابصم لك بالعشر ان زي ما دي بتمشي في دي هتمشي في ماليش دعوه بقى. انا طول الموجي زاد للدفع قل للنص، ماليش دعوه. طيب عندي بعد كده السؤال ده كويس جدا. الراجل مديك شكل وسطين، ركز كده هيظهر لك برضو واحد لون اصفر والتاني وليكن رصاصي، ماشي. والراجل مديك ان انا عندي مصدر ضوئي كده، بيقول لك ان انا عندي واحد ادي هنا عمود مقام هوب انتشر كده، حصل له ايه يا مستر؟ قال لك حصل له انكسار. طيب وهنا نفس الكلام بيقول لك بص واحد هوبا كده وراح حصل له ايه؟ طلع مماس. وراح جاي قال لك الشعاع الثالث بص عمل ايه بقى؟ يا سلام، راح عمل كده. ده شعاع وليكن رقم 1 2 3. بيسألك يا ترى الشعاع ده هيحصل له ايه؟ طيب تعال نشوف. قال لك في الشكل المقابل يوضح مصدر ضوئي، وانا زي ما رسمت لك واحد بص حصل له ايه؟ انكسار. وبص ده طلع مماس. طب ده هيحصل له بالعقل كده؟ ده انت هنا بص لو انا رسمت عمود مقام يا مستر، فده وليكن طلع بزاويه 45 درجه، طلع الشعاع مماس. ده مين ده؟ ده الانعكاس الكلي؟ لا، ده قبل ما يحصل الانعكاس الكلي، يعني ده سقط بزاويه تساوي الزاويه الحرجه، فطلع مماسا للسطح الفاصل. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ راح الراجل مزود الزاويه، بص كده خد بالك معايا اهو مش لهنا، لا ده كمان زود. ايه اللي هيحصل الشعاع ده؟ هيحصل له انعكاس كلي في الوسط الاكبر كثافه. فيجي هنا يحط لك سؤال تاني اصلا غير ده، يقول لك ايه؟ عشان يحصل انعكاس كلي اصلا عندي كام شرط؟ 2 ولا 4؟ هم 2، ركز معايا. اول عندي شرط ان انا عندي الشعاع الضوئي يسقط من الوسط الاكبر كثافه للوسط الاقل كثافه. يعني لو شعاع جاي من الوسط الاقل كثافه للاكبر كثافه ما ينفعش يحصل له انعكاس كله، ما ينفعش. الشرط الثاني يعني يا مستر الشعاع الضوئي يسقط بزاويه اكبر من الزاويه الحرجه، فساعتها هيحصل له انعكاس كلي. وبكده يا باشا انت خلصت اهم الاسئله اللي موجوده عندك في الفيديو ده. تعالى بقى نجري بسرعه نخش على الفيديو رقم 3. عاوزك يا بطل تقدر تعبنا وتشير الفيديو ده لكل زمايلك ولايك على الفيديو ده، ومستني دعوتك تحت يا بطل. وان شاء الله انت هتبقى سبب ان احنا نوصل ان شاء الله ونقرب ل 100,000 مشترك. سلام يا بطل، ويلا بينا على الفيديو رقم 3.